لسه مكملين في حل مشكلة الميكس دوت. احنا بشوف الحلول السريعة. طبعا في حلول زي ان انت تستخدم كيو عادي جدا وتعمل لي اوتوميشن على النوتة اللي تحس ان هي عالية فتيجي عليها وتقوم موطيها في الكيو، او تستخدم مالتي باند كومبريشن وبرضه تعمل اوتوميشن على الثريشولد بتاعته. بس اوزون برضه بيقدم حاجة من الحاجات الجديدة، زون 12 بيس كنترول. تعالوا نشوف هو ممكن يساعدنا ازاي في حل مشكلة الانبالانسد لو اند اللي موجوده في الميكس دوت. هنا هو بيعرض لك كميه الكومبريشن، ده شبه الكريست فاكتور اللي هو موجود في اوزون تونال بالانس، وبيدي لك ليفل ان انت تعلي او توطي اللو اند وكروس اوفر عشان خاطر تتحكم فيها. هي يعني من 20 لغايه فين هنظبطها سوا مع بعض واحنا بنسمع. ومديلك زرار بانش، ومديلك سستين باور، وليه ثريشولد وان هي تبقى ديرتي يعني يحط عليه شويه ديستورشن او تبقى كلين، وعندنا الزرار ده عشان الميك اب جين. وبعد كده عندك بيك كنترول برضو ان هي تبقى ديرتي او ان هي تبقى كلين. فتعالوا نشوف كده. احنا الاول ممكن نعمل ايزوليشن للمنطقه بتاعه اللو اند اللي في الميكس دوت، ونشوف الموديول دوت ممكن يساعدنا ازاي في ان احنا نقلل ونظبط اللو اند بتاعتنا تبقى مور بالانسد اكتر. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. تعال اول كده نسمع تأثير كل زرار. تعالوا نشوف الزرار دوت كنترول ليفل اوف بيس كنترول. تعالوا نشوف لو زودنا هيحصل ديستورشن قد ايه اوريدي، ولو نقصنا ممكن نستفيد منه حاجه ولا لا. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después, aire fresco y claro. ما اعتقدش ان احنا هنستخدم الزرار دوت لان احنا بالستيم كيو اوريدي كنا ظبطنا الليفل بتاع البيس شويه. حتى هو تعالوا نشوف الميتر بتاعنا بيقول لنا ان احنا البيس خفيف ولا لا، او ان هو هيفي فمحتاجين نرجعه يبقى بالانسد. تعالوا نبص بصه كمان. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. يعني هو بيقول ان هو برضو بالانس كويس، واحنا بالستيم كيو كنا موطينه لو تفتكروا. طب تعالوا نشوف تأثير الزرار بتاع البانش عندنا ممكن يضيف ايه في الصوت. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después, aire fresco y claro. ممكن دوت بعد ما نظبط السستين باور ونظبط البيكس بتاعتنا من حيث الثريش هولد، واحنا هنخليهم كلين الاثنين لان اوريدي احنا عندنا ديستورشن فمش هنستحمل اي كميه من الساتوريشن تتحط على الميكس عندنا. تعالوا نشوف السستين باور، الزرار اللي بيتحكم فيه بيعمل ايه في الصوت، ونشوف لو ضغطناها هتعمل ايه عندنا. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después. شايفين بقى الترزينات ازاي؟ حتى باين ان بعد كل كيك الويف فورم بقت ثيك، بقت تخينه. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. دي حاجه احنا مش عاوزين نعملها. احنا ممكن شويه نضغط السستين باور بتاعتنا او نلمتها بحيث ان الثريشولد بتاعتنا تشتغل على منطقه اكتر، يعني المديول يبقى شايف المنطقه دي اكتر عندنا. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después, aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después. تعالوا نشوف البيك كنترول ممكن نستخدمه ازاي. هنا هيظهر لك الجين ريدكشن، فان احنا لو عايزين نضغطها سنه عشان تبقى محكومه، وبعدها ممكن نراجع الزرار بتاع البانش. Aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después, aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo. Y un cuanto después, aire fresco y claro, aquí refresca todo el mundo.
طبعا انتوا سامعين دلوقتي هو ايه الحاجات اللي مغيرها في الميكس، وانا طول الوقت بحاول اصطاد الحاجات اللي هي عامله ديستورشن عندنا اكتر. تعالوا نخرج من الدلتا ونسمع بيه ومن غير، ونركز زي ما قلت على الحته اللي هي فيها ديستورشن ديت. Aire fresqui claror, aquí refresca tot el món. I un quanto aire fresqui claror, aquí refresca tot el món. I un quanto احسن كتير جدا. تعالوا نشوف لو قفلنا التو مديول دولت ايه اللي هيحصل عندنا في الصوت. aire fresqui claror, aquí refresca tot el món. I un quanto aire fresqui claror, aquí refresca tot el món. I un quanto احسن كتير جدا. يعني النوتة اللي كان بيحصل فيها مشكلة دي ممكن ساعتها بقى نفتح عليها EQ separate، والEQ دوت يكون في الميد ونقوم موطينها شوية. بس ده كان نقطة بداية. شايفين كان في ووفينس وكان في undefined في المنطقة بتاعة اللو اند، هي كتير بس مش متحددة. كل حاجة بقت مظبوطة في مكانها بشكل عامل ازاي.